بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الخير، صباح الهنا، صباح الورد، صباح التفاؤل، صباح معطر بذكر الله. الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. انت فين يا أم محمد النهاردة؟ طبعا يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سارحين نبص طبعا، رايحين جولة جميلة ويا بعض النهاردة. رايحة تعملي ايه يا ام محمد؟ والله طبعا يا حبايبي انا مش قادرة وتعبانة، بس يعني زهقت من القعدة ومن الركدة. طبعا ركدتي شهرين بقى، طولت وزهقت. فقلت طبعا النهاردة يا حبايبي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، نمشي نسرح ويا بعض، نروح نشوف الريف وجمال الريف ونشوف القمح ده. طبعا حتة زارعينها بسلة كده على بعضها، وفيها خس وبسلة مبذورين طبعا لرمضان، مزروعين لرمضان. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بيقول لك طبعا ايه، حويش البيت تحبش الغيط تملى البيت. فاحنا دارين ان احنا ايه، بنزرع في الارض كل حاجه. وطبعا القمح يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ده خاص اهو صغير وبس عاوز يتنجى بقى. ودي السلج اللي انتوا طبعا عارفينه، بينعمل على الجلجاس وعلى الحاجات دي، وبينعمل محشي. ما شاء الله المحشي بتاعه بيبقى جميل. والبسلة طبعا زارعينها، الحتة دي فيها خس وفيها بسلة. الورقة العريضة اللي انتوا شايفينها دي تقولوا ده عفش، لا خس كلته مبدور. ده اهو يا حبايبي بصوا، دي السلج اللي بيتلف ينعمل محشي بقى. ورق المحشي بتاعه بيبقى زبدة اكنه سمنة بلدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس انا معرفش يا حبايبي انا ما بحبوش ليه. وزي ما انتوا شايفين طبعا مروة ايه هنا بتنجلنا خضار، منجلنا خضار. طبعا جايب بتاع كزبرة اهي، وجايبة خس. وهتشوفوا يا ام محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين الخضار جميل مرعرع وطازة. شايفين مروة بتوريه لكم يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وشبت وكزبرة، بصوا حاجات روعة جميلة. خضار طازة كده ما شاء الله، مش زي اللي طبعا العراقي اللي بيقول يعني دي جاي فريش من الغيط طازة. اللهم صل وسلم على سيدنا. والمنظر الطبيعي ده يا رب يكون ايه عجبكم يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطوا اللايك بقى ايه لمروة النهارده، عاوزة الفيديو ده يا حبايبي، عاوزاكم. بشكر كل حبايبي وكل متابعيني اللي هم دخلوا القناة وبيدعموها. بس انا عاوزاكم كل اشتركوا، اللي مشتركش في يوميات ام محمد في الريف المصري يشترك. الفيديو النهارده بتاع النهارده جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا ايه انا جيت قعدت هنا هبط من المشي مش قادرة. شايفين كزبرة اهي على الريشة، طبعا زارعين كزبرة. اللي ورايا دي القمح ما شاء الله زي العسل ما شاء الله. يا ربنا يجعلها سنة خضراء يا رب علينا كده، وسنة سعيدة وسنة تفاؤل وسنة مليانة بكل الخير يا رب علينا وعلى الأمة العربية بحالها يا رب، وعلى أمة محمد يا رب. حطوا اللايك يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا ده النهاردة سرح بعد رحلة طويلة، شهرين يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بصوا حبايبي، انا صحتي بتيجي على الغيط. لما بسرح الغيط كده صحتي بتيجي عليه ما شاء الله. والله ما اعرفش، دي خاصة اهو. طبعا بضرب في ريشة المصرف في التوم، في قلب التوم. خاص رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين يا حبيبي. كنت بدراه قبل ما اعمل العملية. وشايفين الكزبرة، شايفين ما شاء الله. شايفين الخضار وجماله ما شاء الله زي العسل. الخضار صابح وحلو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا اله الا الله. ما شوفوا كل حاجة في الغيط، بس عاوزة اللي يقدر يسرح ويجيب، واللي في الصحة. والله زرع كل الخضار في الغيط ما شاء الله. شايفين الخس في قلبية المصرف من تحت.
اهو بصي حبايبي ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل حاجة ما شاء الله في الغيط، بس عاوزة اللي يجيب واللي يسرح واللي يروح. بس انا طبعا من النهار ما عملت العملية قعدت في البيت مش قادرة لا اروح ولا اجي. شايفين الشبت مرعرع الزان والخضرة وجمال الريف، حاجة ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، يا رب تبارك لنا وتبارك للجميع. عاوز اللي يسرح، بصوا خير والله خير يا حبايبي، بس عاوز اللي يسرح يجي. انتم ام محمد النهارده قلت اما اروح معاكم النهارده نتمشى شويه ونروح. طبعا انا ما قدرتش امشي والله، نفر راح وصلني لحد الغيط، ما بنهضش امشي طبعا فترات طويله. وطبعا البلد بتاعتنا بعيده عن الارض بتاعتنا، عشان اسرح كده اهبط. طبعا البرسيم التاني ده شايفين الخس ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. حلو والله الخضار والخضرة الريف ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين يا حبايبي ما شاء الله ما شاء الله. اللهم شايفين الخضار حلو الزان وطازة. ادعموا القناة يا حبايبي. اللي ما شافش يوميات ام محمد في الريف المصري، اللي ما اشتركش معاها يشترك عشان يفعل زر الجرس. ودي البسلة اهي مزروعة اهي، طبعا عملت ما شاء الله اهي خلاص بدأت ان هي يعني خلاص عشان تطرح خلاص يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا هنا انا كنت هبطت قمت قاعدة مكانك كده ما شاء الله. الريف حلو، الريف بصراحة ربنا حلو. الخضرة كده والهوا وجو جميل، جو نقي يرد الروح، وما شاء الله يعني حلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده حبايبي، طبعا اللايكات يا حبايبي، اللايكات عشان ندعم القناة وتكبر قناتنا وعيلتنا الجميلة تكمل بيكو. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البسلة نورت اهي خلاص اهي ما شاء الله. دي عفش ده، بس البسلة نورت خلاص ما شاء الله والله. هناك حلبة خضرة مزروعة، هناك خس، هناك شبت كزبرة، جميع عينك ما شافته في الغيط. كل الحلو في الغيط والله بصراحة ربنا، الحلو كله في الغيط. بس عاوز اللي يسرح طبعا ويجيب ويعمل. بس انا طبعا من النهار ما رجعت طبعا، بس الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب ان انا قدرت ان انا امشي، ان انا قدرت اروح وامشي حوالين الارض كده الحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بشكرك على نعمتك، نعمتك كبيرة عليا والله، وفضلك واسع عليا والله. مروة بتقول لي يا ماما امسكيه زي بوكيه الورد وقعدي يا ماما، قلت لها حاضر. لما جيت قعدت كده تقول لي امسكي يا ماما، اقعدي بقى يا ماما انتي وامسكي زي بوكيه الورد كده وانتوا قاعدين. بتوريكوا دي طبعا شجر الجواف. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ما عادش جوافه فيه بقى الموسم. الخضره حلوه وما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطوا لايك وادعموا قناتنا عشان عيلتنا الجميله تكبر بيكو وتكمل بيكو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنا طبعا مروه ماسكالكوا الظهر بتاع البسله النوار. طبعا الزهور اللي هي بتاعت البسله دي احنا بنقول عليه نوار، عشان طبعا بتقول لكم يعني ان البسله خلاص نورت اهي ما شاء الله. هي طرحه وماليه السوق، بس عندنا احنا لسه كنا زارعينها وهي الجمح متاخره، والجمح ما شاء الله حلو وكل حاجه حلوه. الجمح اللي هو الغله بنقول عليها الغله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحته دي كلها مزروعه بسله كده. لا اله الا الله. زي ما شفتوا طبعا انا قعدت مكاني كده هبطت خلاص، سلمت بمعنى الاصح، سلمت زي ما بيقولوا. ومروه يلا يا ماما، قلت لها انا قعدت يا بنت ما عدتش قادره امشي على الشويه اللي انا مشيتهم على الريشه دول. كنت هبطت ولا هوز طبعا شايفين مروه ماشيه بخيالها ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
هنقوم ايه نتوكل على اللي بيوكلنا، نتوكل على الله ونعم بالله، لا اله الا الله. ما شاء الله يا ولاد. إيه والله يا حبايبي، يا ريت يا ريت تكونوا حبايبي ومتابعيني، يكونوا قريبين مني وفي الجولة الجميلة ديت معايا كده في الارض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي، حطوا لايك يا حبايبي، حطوا كومنت جميل. هنا طبعا قمنا انا ومروه عشان نمشي بقى. قالت يلا يا ماما نقوم نمشي، وقلت لها يلا يا حبيبتي. اللهم صل وسلم. بتوريكم الشبت كزبره، شوفوا ما شاء الله، حاجه جميله. الريف ده مليان خير والله، مليان خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنا طبعا يا حبايبي قمنا بقى عشان ايه نمشي زي ما شفتوا كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم ونور رضاكم ويكون عند حسن ظنكم. طبعا كانت مروه بتصور لكم كده من بره كده من قدام البيت، لا سرحنا النهارده رسم، سرحنا قلنا ننزل بقى الايه نشوف الزراعة بتاعتنا عاملة ايه. طبعا الزراعة بتفرح بصاحبها لما بيروح وينزلها ويقعد فيها ويمشي فيها، بتفرح بصراحة ربنا. الزرعة بتبقى مبسوطة، بتبقى بصوا زي الانسان اللي بيبقى مستني ابوه او امه يجيله بصراحة ربنا. وانا روحي في الارض وفي الغيط، وبحب والله ما شاء الله. يعني كنت بخلص شغل وانا جامدة الاول واسرح اخد بعضي كل يوم. كان لا مؤاخذة عندنا البهايم، كنت اخدهم واروح اكلهم. كان جوزي بيروح شغله وانا اخدهم واروح اكلهم واشوف شغل في بيتي واقضي مصلحتي، واسرح برضو غيتي اقضي مصلحتي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ويا رب ترد لي صحتي زي الاول يا رب، وافضل اسرح واعمل لحد اخر ساعة في عمري يا رب. يا رب ما حد ينحرم من صحته، لان بصي حبايبي، ما بيزلش الانسان الا التعب والمرض. والله والله ما بيزلش الانسان الا رقدته. وانا ما حسيتش فعلا الا لما رجعت الفتره دي. يا رب ما يرجع لكم جدت يا حبايبي، لا انتوا ولا حبايبكم ولا اي انسان في الدنيا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بحجة الايام المفترجة عند ربنا، يا رب يجعلها سنة سعيدة وسنة تفاؤل وسنة مليانة خير. ويا رب تنصر اخواتنا بتوع سوريا وفلسطين ولبنان ويا رب كده ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب. وفي غزة وفي فلسطين يا رب تنصرهم يا رب. يا رب انت معاهم في البرد اللي هم فيه وفي المطر اللي هم شايفينها، انت معاهم يا رب. يا رب كده تنصرهم يا رب بنصرك. مفيش احسن منك يا رب، انت اللي تنصرهم. مش بعيد عليك يا رب تحررهم كده وتحرر القدس وتخليهم كده يا رب احسن ناس يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هم والشعب العربي كله والوطن العربي كله، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا يا حبايبي قالت لي يلا يا ماما نروح، وقلت لها يلا انا طبعا ماشيه اسند عليها كده واخداني في ايدها كده ونروح نستلوا بقى نروح. طبعا ما نهضش اركب حاجه لا مؤاخذه حمرة ولا عربيه كر ولا الحاجات دي، لان انا تعبانه ما نهضش. اخدها تسالي. طبعا اللي موديني كان بيقول لي بس رن عليا خالتي، قلت له والله يا ابني ما معايا رصيد ارن عليك. قال له والله هاجيلك اخدك، قلت له لا ما تجيليش. هنستلى كده طبعا ام محمد ومروه زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الجو جميل ما شاء الله، جميل الجو جميل. حاجة منظر حلو والله، منظر بصوا ما شاء الله. دي القمح اهو يا حبايبي والله مرقد. لما الشتاء حلو والشتاء خير ونعمة بنستناه، لان الشتاء بيخلي الزراعة حلوة. ليه امال هي زراعة شتوية ليه؟ عشان طبعا الشتاء بيخلي الزراعة حلوة، بيخلي الزراعة
احسن لها من السماد، واحسن لها من الكيماوي، واحسن لها من الحاجات دي، بيخلي الزراعة ما شاء الله ترعرع وتحلاو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا هنا طبعا ايه خدنا بعضنا وروحنا نتسلى كده انا وهي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنا بعد ما روحنا البيت شفتوا بقى يا حبايبي، طبعا قعدت وقلت لها هاتلي شويه ميه حوايش الغيط بتملى البيت. ولا روحت قلت لها هاتلي يا مروه ايه اعمل طماطم سلطه، طبعا من غير معود خضار ما نعرفش نعمل سلطه. والله يا حبايبي بالله داك النهار طبعا ما فيش حد بيسرع عندنا، من النهار ما رجعت قلت لها اطلعي يا مروه هاتلي عود خضار من عند حد. والله ما لقيت. ادي الكزبره هي حبايبي، وادي الخس ابن ايه بنضفه وبغسله كده زي ما شفتوا. وهنعمل وهنقعد نفطر، كنت صايمه نهارها وهنفطر، هنوضب فطرنا وهفطر. وزي ما شفتوا يا رب الفيديو بتاع ام محمد النهارده يعجبكم. نور رضاك اهو العود الخضار في الغيط هعرف اعمل، في البيت هعرف اعمل طماطم سلطه. ما فيش خضار ما بتبقاش السلطه حلوه من غير الخضار، من غير الخضار. طبعا يا رب يديمها نعمة علينا وعلى الكل يا رب، وعلى الوطن العربي كله يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. انا بقى يعني عشان تقولوا ان هي فاضيه، لا انا بقى يعني حبيت اوريكم لما جينا البيت. طبعا الخضار انا نجحت في ميه وغسلته وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هو حاجة بسيطة صحيح، بس هي حلوة. تسرحي الغيط تلاقي، تسرحي تجيبي. انا لو هروح اشتري مش هشتري دول حتى ب10 جنيه الشوية الكزبرة دول. ده بالعود الربطة صغننة كده اهو ب5 جنيه. وجبت نعناع من الغيط معايا كمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي خص زي العسل، طري زي العسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب الفيديو بتاع ام محمد ينول اعجابكم ونور رضاكم ويكون عند حسن ظنكم يا رب كده. طبعا انا مسكت الخس شققته وغسلته زي ما انتوا شفتوا كده. تكون المغرب جدا يا جماعه. روحت والله بعد المغرب على ما وصلت، والله على ما وصلت كان المغرب جدا. على ما سليت وروحت. بس بقى عديكوا على اللي انا شفته على شوية المشي دول بعدن عنكوا. ربنا ما وراه لحد نار نار في بطني، والله ما كان العملية. يا رب يا رب ما تكتبها على حد يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ايه يا ام محمد انت هتقعدي تاكلي شوية الخس وانت قاعدة؟ لا والله الخضار جميل حبايب. وطبعا عملت طماطم سلطة معاكم كده وانا قاعده السله معاكم في الشويه دول. بعد ما وصلنا مروه بتقول لي الفيديو هيبقى طويل يا ماما، قلت لها لا بس ايه عشان بس ايه اوري حبايبنا احنا سرحنا وجينا بالسلامه عملنا ايه ويا بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي دي نعناع ريحته جميله، نعناع بلدي. انا لو بشتري دول هشتريهم ب5 جنيه والله يا حبايبي. الربطه دي كل حاجة في الغيط عندنا، النعناع والخس والخضار وزرعين توم وزرعين كل حاجة والله ما شاء الله. بس على ما ابو محمد يجي بقى ازرع لنا شوية بصل في الحتة البسلة دي كمان بإذن الله من غير شر وغير مقاطعة. ربنا يجيبه بالسلامة يا رب. وربنا معاك يا ابني يرزقك ويكفيك شر غربتك انت واللي ذاك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. حطوا اللايكات يا حبايبي. مروه بنقول لكم حطوا اللايك اهي من ورا الشاشه. حطوا اللايك يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا